السلام عليكم متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. اذا رسميا نهايه النظام الجزائري العسكري الفاسد. رسميا الجزائر كتعقد مجلس الحرب لاول مره في التاريخ. وفي تفاصيل الخبر، عقد النظام الجزائري الفاسد لاول مره في التاريخ منذ اكثر من 30 عاما مجلسا حربيا بحضور الكبرى الاول سعد شنقيطية والرئيس عبد المجيد التبون، حسب مصادر اعلاميه جزائريه في وقت شر فيه بيان الرئاسه الجزائريه بان الامر كيتعلق بمجلس الامن، اللي اعتبر الصحفي الجزائري المعارض عبد السمار بانه كيتجاوز الحدود ديال هذا المجلس في ظل حضور واحد لشخصيه مدنيه في هذا الاجتماع اللي هي الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون، بالاضافه الى وزير الخارجيه رمضان العمامره وكذلك وزير الداخليه والعدل المعتدين على المشاركه بموجب قانون مجلس الامن الاعلى. بينما ضاف الصحفي كلام ديالو بالقول لم يكن مجلس امن بل مجلس حرب، مؤكدا بان هذه هي المره الاولى في التاريخ. بينما اكد بان الاجتماع تم الترأس ديالو من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون، واللي عرف مشاركه مجموعه من القاده المختلف في القطاعات الجيش الجزائري، وتم من خلال ديالو استعراض مجموعه من التقارير الاستخباراتيه بالاضافه الى وضع مجموعه من السيناريوهات حول الحرب في المستقبل. كان هذا هو الخبر ديال اليوم، كنتمنى انكم تشاركونا رايكم في التعليقات، والسلام عليكم الى فيديو جديد.